نايف أكرد المدافع الصلب الذي أصبح رمزاً للالتزام والطموح. في هذا الفيديو سنأخذكم في رحلة عبر مسيرته الكروية، إنجازاته، لحظات القوة والضعف، وحتى بعض من جوانب حياته الشخصية. ولد نايف أكرد يوم 30 مارس سنة 1996 بمدينة القنيطرة. منذ طفولته كان شغوفاً بكرة القدم، يقضي ساعات طويلة يلعب مع أصدقائه في الأزقة والأحياء الشعبية. سرعان ما لفت الانتباه بموهبته، فالتحق بفريق الكاك المحلي، حيث اكتشفه المدرب نور الدين طونيا، ثم التحق بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم التي صقلت موهبته وطورت شخصيته كلاعب محترف. بداية الاحتراف في المغرب بعد سنوات من التدريب والتكوين، التحق نايف أكرد بفريق الفتح الرباطي. هناك بدأ يظهر مستواه الحقيقي، وتمكن من أن يصبح ركيزة أساسية في الدفاع وهو ما زال شاباً. خلال هذه الفترة اكتسب الخبرة والانضباط، وبدأت أعين كشافي الأندية الأوروبية تتابعه عن قرب. تجربة الاحتراف في فرنسا. ديجون في عام 2018 خطى نايف أول خطواته في أوروبا بالانتقال إلى نادي ديجون الفرنسي. كانت تجربة مليئة بالصعوبات، لغة جديدة، مستوى عال من المنافسة، وضغوطات كبيرة، لكنه لم يستسلم، بل استغل الفرصة ليبرهن على قدراته ويثبت نفسه كمدافع صلب. بعد موسمين ناجحين مع ديجون، انتقل نايف إلى نادي رين سنة 2020. هنا شهد مستواه قفزة نوعية، حيث أصبح من أبرز مدافعي الدوري الفرنسي. شارك في مباريات أوروبية مهمة، وأثبت أنه قادر على اللعب في أعلى المستويات. الدوري الإنجليزي وستهام. في صيف 2022 حقق نايف حلمه بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث انضم إلى نادي ويست هام يونايتد. البداية لم تكن سهلة، إذ تعرض لإصابة قوية أبعدته عدة أشهر، لكن عودته كانت قوية، وسرعان ما أصبح عنصراً مهماً في التشكيلة. وفي موسم 2023 ساهم في تتويج ويست هام بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، وهو إنجاز تاريخي للنادي. فترة الإعارة إلى ريال سوسيداد في موسم 2024 و 2025 تمت إعارته إلى نادي ريال سوسيداد